اول لما الواحد بيتولد اللفه البيضه الجميله ام شكل جميل دي وظريفه دي قماش، ولما بيأذن الله بامرا كان محتوما يعني خلاص بيبقى برضه في قماش. فالنهايه انا عايز اقوله ان انت النسيج معاكي من البدايه للنهايه. دي ما ده مثل عامه والله ما خدتش بالي منه قبل كده. لا ازاي، لا ده مثلا لازم تاخدي بالك منه. وبالتالي النهارده بيحكموا حاجات كتيره جدا جدا على مر بقى الرحله بتاعه العمر بتاعه البني ادم على وعايش يعني. بتتعرضي لحاجات كتير، تتعرضي للالوان، وعالم الالوان ده عالم جميل جدا جدا. ولما تخوضي فيه كده وتسرحي فيه وتلاقي ان انت عندك من 3 الوان اساسيين، انت بتعيشي في كم باليتة الوان لا نهائيه من الدرجات اللونيه، درجه فيهم كمان، وايه علاقات الالوان مع بعضيها ونظريات الالوان ومردودها على العمليه التصميميه ونجاح العمليه التصميميه. وان في الوان على فكره، وامتى اعمل هارموني وامتى اعمل كونتراست. مش شرط ان انا يكون كل فكر الديزاين بتاعي ريليتد للموضه. طبعا اوكي اي دو ابريشيت ان هو لازم يبقى تبع الموضه او كل حاجه، ما اختلفناش، لكن برضو ما اقدرش احجر على نفسي كفكر ديزاينر ان انا ممكن استخدم نظريات الالوان المتعدده والمختلفه. وان مثلا في حاجه اسمها مونوكروميك اللي هو زي ما احنا مثلا موجودين اهي درجات لون واحد.